طيب دفعت $20 دفعت $20 بتوع عشان ايه؟ تتصور مع درع الدوري. ايه دفعت $20 عشان اتصور؟ ايه ده انت ما تعرفش التسعيره الجديده ولا ايه؟ لا فهمني الموضوع. ايه ده يا عم؟ ابلكيشن نادي الزمالك بيقول لك عشان تتصور مع درع الدوري تدفع $20. فانت بتقفش عليا يعني ولا ايه؟ عشان افهم. دفعت $20. بيقفش عليا. ايوه دفعت $20 ولا دفعت 50 جنيه ولا دفعت 50 جنيه زي الدرديري؟ اصل انا خدت الدوري. الدرديري بيقول لك انا اتبرعت ب 50 جنيه في الشهر. راجل فايز قوي. انا بطل الدوري. خلينا نركز مع المنتخب يا جماعه، خلينا نركز مع المنتخب. ربنا يكرمنا يا رب. ده شويه نقاش جميل. احنا وقت المنتخب مفيش لا اهلي ولا زمالك، الحاجات دي كلها بره. انا واخد بالي وانا قال لك تريزيجيه. لا ما عندناش الكلام ده في القناه. هو مين اللي نازل مع مين اللي نازل؟ يا ابني ده مصري دلوقتي، ده مصري. نحي جانبا انتمائك. انا ما بقبلوش يا اخي. افضل اختيار زيكو في الهجوم احسن من تريزيجيه اللي قاعد بره. يعني انا بالنسبه لي لا، تريزيجيه مش من زمان، مش من مع حسام حسن، انا بشوفه لعيب اوفر ريتد. فلو هتقول لي زيكو مكانه او اي حد، يعني عندي استعداد يبقى في سماحيه ان احنا نجرب حد مكان تريزيجيه. تريزيجيه بالنسبه لي لعيب اوفر ريتد مع المنتخب بالذات كمان يعني. رأي زملكاوي مش هتحط معايا. والله مش رأي زملكاوي، يعني انا فاكر مثلا كاس عالم 2018. ايه ده ايه يا عم في ايه يابا؟ انذار. هو ايه ده انذار؟ ايه مش هيديله؟ ما بدلوش حاجه. لازم انذار يعني. انذار تاني ده المفروض ولا انذار؟ اقول لك على حاجه، مثلا كاس عالم 2018 المصريين كلهم مقتنعين ان احنا رحنا كاس العالم بسبب تريزيجيه، عشان هو اللي وقع فخدنا ضربه جزاء في الاخير. او واحد زي اللي اقتنع بكده. يا ابني احنا جايين نقف ورا المنتخب يا حبيبي. انا ما بتكلمش اهلي وزمالك، بس بتكلم ان اللي متابع كوره فعلا تصفيات كاس العالم 2018 دي، احنا رحنا كاس العالم بسبب اثنين، صلاح وعبد الله. لو مش صلاح وعبد الله السعيد ما كناش رحنا كاس عالم. اولا دي لعبه جماعيه، مش اسمها مين ودانا كاس عالم. بالظبط. الله ينور عليك. لا يعني الراي الفيلسوفي بتاعك ده حلو ميستو. ليه بقى يبقى الناس بتقول ليه تريزيجيه اللي ودانا؟ هو احد الاسباب. انا بقى بقول لك لو صلاح وعبد الله مش موجودين في الفرقه الجماعيه دي ما كناش نروح كاس عالم يا باشا. لو اي لعيب ما كانش موجود ممكن ما يوصلش. لا مش اي لعيب. صلاح وعبد الله ما كانوش زي اي لعيب في البطوله دي، بس تريزيجيه ده لو كنت شلته في تصفيات 2018 وحطيت اي لعيب تاني في مصر مكانه مش هيأثر.